بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للباورات الكبيره 40000 و50000 و60000 ده ريمات برو. ده بي دي 180. ده باور بانك 50000 في 4 كابلات بيلت ان فيه. هو بيشحن البي دي 3.0 لحد 20 واط، وبيشحن الكوالكوم 3 لحد 18 لحد 22.5 واط برضو، لان ده سوبر تشارج. تمام. هنا بقى نفتح كده ونبص عليه من جوه، وبيجي نلاقي الباب بالمنظر ده كده بيبرشمه. الشكل بتاعه في كشاف 22.5 واط، 6 مخارج، 6 مخارج و4 مداخل، يعني بتشحنه ب4 حاجات. تقدر تاخد منه 6 مخارج تشحن بيهم 6 تليفونات مع بعض. هنا ده مايكرو وايفون وتايب سي ويو اس بي، لو انت تقدر تشحن بيهم. ده الانبوت بتاعه لو انت عايز تشحن. خلينا نفتحه. هو بيجي لك بالمنظر ده كده بيبرشم. على فكره الملاحظ في الباور ده، احنا كان عندنا قبل كده 50000 اللي هو العادي. الملاحظ فيه ان هو وزنه خفيف جدا جدا، يعني 50000 وزنه خفيف مش تقيل. يعني اللي قبل كده كان كيلو وشويه، لا ده خفيف. انا ما اعرفش هو كام كيلو بالظبط، بس خفيف. يعني لو بصينا على الوزن بتاعه، هو هنا مش مكتوب وزن بتاعه، بس لا ده قليل. يعني ده بتاع 800 جرام مثلا او 750 جرام، مش التاني كان في 1300 ال 50000 القديم. ده بيجيب السوبر فاست تشارج. بيجي معاه كابل لوحده اهو، برده بيروح من عليه كابلات، برده كابل مايكرو. ده شكله حاجه شيك قوي، حاجه تعبانه. تعمل كده بتلاقي ايه؟ ادي ده نسبه الشحن بتاعته. هنا ان هنا بتقدر تشحن بيه باي شاحن عندك. لو انت عندك تايب سي، عندك مايكرو، عندك ايفون، هنا الاوتبوت 1 ده اللي هو 22.5 واط سوبر تشارج، وده ال 12 واط العادي. هنا بقى تقدر تشحن ب3 تليفونات، والثلاثه شحن سريع. ده التايب سي سوبر فاست تشارج، ده الشحن السريع بتاع الايفون، ده المايكرو، وده اليو اس بي لو انت عايز تشحن منه الجهاز نفسه بتشحن منه. هو ما فيهوش تفاصيل كتير. ده الكشاف ليد تقدر تفتحه، تشغله فيه كشاف حلو قوي. ده حجمه في ايدي اهو. لو هنقول مثلا تليفون زي النوت 10 بتاع شاومي، هو قده من حاجه بسيطه كطول. تمام. ده 6.4. العرض بتاعه اهو، عشان بس الناس تتخيل عرضه. تعمله كده، بس هو وزنه خفيف. يعني 50000 القديم وزنه كان تقيل قوي. ثواني نجيب ال 40000 القديم. ده ال 40000 القديم اهو موجود برضه. لا، وده وزنه اتقل. يعني ده 40000 وزنه اتقل اهو. ده ال 50000 وزنه. الميزه بقى، المميزات فيه، اولا انت يعني ان انت تشحن سوبر تشارج من باور بانك اصلي 50000 فعلي، مش وهمي، وانك تاخد كل المميزات دي ومعاه كشاف ووزنه مش تقيل، ده شيء عظيم جدا. في معلومه كل مره بنقولها في موضوع الباورات ده. الباور بانك يا جماعه، البطاريات الليثيوم اللي معمول بها اي باور بانك في العالم بتبقى متصممه على 3.7 واط. البطاريات كلها بقى بتاعتنا اللي فيها التليفون واللي فيها التليفونات الجديده كلها بتبقى 5 فولت. هو متصممه كده، هي التليفون، هي الباورات كده 3.7، فبيعوض دي على دي. فبتقسم ال 3.7 على ال5 بيديك رقم. طبعا الرقم ده اقل من الواحد، بتضربه في ال50 بيديك الفعل بتاعه. زائد شويه لوسز برضه، يعني في شويه فقد. حتى لو تلاقي الكلام ده مكتوب على ظهره او وشه، يعني لازم الكلام ده يبقى تلاقيه مكتوب. هو بيبقى مكتوب 50000. انا عايز اوريكم الكلام بيبقى مكتوب 50000 على الريتد بتاعه، على 3.7 لو انت هتشتري. تمام. لكن هو الكاباسيتي بتاعته بيوصل لحوالي 29000 او 30000. هنقول ان هو 30000 لان ال 30000 بيبقى حوالي ال 30 برضو بيبقى حوالي 18 حاجه. فده ال 30 مش 18 بيبقى فده بيديك حوالي 30000. فانت بتحسب بقى، لو انت بطاريتك من البطاريات الجديده بتحسب كده. يعني انا تليفوني 5000، ده هيشحنوا 6000 ملي امبير، هيشحنوا 6 مرات. ده اكبر حاجه ممكن تاخدها. يعني في هنا احنا عندنا كمان 60000 هيفرق معاك برضو حوالي 6000 زياده، يعني يعمل لك 36000. فده اللي بتمشي نفسك عليه، وهو ده المظبوط. ده مش مضروب، ده المظبوط. تمام. بس هو حتى راسم لك رسمه هنا هي على العلبه. تقدر تشحن السماعه وتشحن التليفون، وبتاخد من هنا وبتاخد من هنا، واللابتوب والايفون، كل الدنيا كلها بتتشحن بالباور بانك ده. الباور بانك ده مش هتلاقيه في اي مكان. سعره 955 جنيه. محترم جدا. تقدر انت تشتريه من الموقع، تقدر انت تقسطه برده من الموقع، تقدر ان انت تعمل بيه اوردر من رسائل الصفحه او الواتساب.